تحية مرعبة وبعد لكم متابعي قناة الرعب الصوتي الأميري 33 على اليوتيوب. نقدم لكم في هذا الفيديو ثلاثية الوصية، تأليف وإخراج الإعلامي عبد الوهاب العميري، والحقوق محفوظة لدى موقع الرعب الإلكتروني horror666.net. فلنستمع. في هذه الحلقة وتحت مظلة فقرة لست وحدك، حيث نعيش أرعب اللحظات مع أشهر القصص والروايات، نستمع إلى قصة الوصية. حينما يكون الموت سببا في تجميد الحياة. قصة الوصية من تأليف وتمثيل الإعلامي عبد الوهاب العميري. فلنتابع. السلام عليكم متابعي برنامج صدق أو لا تكذب. أنا بقول لكم قصتي. اسمي فهد وعمري 21 سنة. أخوي الصغير فارس عمره 15 سنة. أمي وأبوي توفوا بحادث سيارة وإحنا صغار، ويدي عيسى وزوجته مريم وهم اللي رعونا. كانوا حنونين علينا، درسونا وربونا وكبرونا. قبل 2 أمي مريم توفت الله يرحمها، والحين الظاهر أن الدور جاي على يدي لأنه وايد تعبان، وأنا الحين معاه في المستشفى. يدي شد حيلك، يدي لا تموت. يا ولدي يا فهد، الموت علينا حق. شد حيلك يا يدي، ما لنا حد غيرك يدي. لكم الله يا ولدي، لكم الله. يدي اسمعني يا فهد. هلا يا يدي، قول. في شيء مهم لازم تعرفه، وصيتي قبل لا اموت لازم اقولها لك، وانت بس اللي راح تحافظ عليها وتفهمها وتستفيد منها. شنو يا يدي؟ قول. فهد، انت يدي ودش يدي بغيبوبة، ولا قدرت أعرف شنو هي الوصية والرسالة اللي كان يبي يقولها لي. وتوفى عقب أسبوع يدي مات. صرخت وبجيت وانقهرت، وحسيت اني وحيد في الدنيا، ان الدنيا الواسعة هذه مالي فيها احد بعد الله الا اخوي فارس. مرت ايام العزاء سودة كريهة ثقيلة، وخلصت وعدت مثل ما قاعدة تعدي ايامي، ببطء وحزن ووحدة. وللحين ماني قادر أعرف
شنو كان يدي الغالي عيسى بيقول لي؟ للحين ماني قادر أعرف الوصية. بس يا فهد، بس يا أخوي، قطعت قلبي، ترحم عليه. الله يرحمك، الله يرحمك يا دايس. ما يخالف يا أخوي، لأن الله والله يعيننا. إن شاء الله يا فارس، أنا بعد لازم أكون قوي عشان أقدر أسندك. مشكور يا أخوي، ما قصرت. بس أنا بعرف شنو وصية يدي، إيش كان يبي يقول لي. انسى موضوع الوصية يا فهد، انساه. هالشي ملخبطك ومتعبك. خلاص يدنا راح، وانت كنت تحبه وهو يحبك. هذا كافي. ادعي له وترحم عليه وعيش. لا ما راح ارتاح الا ان اعرف شنو هي وصية يدي وانفذها، لان اتمني عليها. وزاد اصراري في الايام اللي بعدها اني اعرف الوصية. قمت واتصلت على كل اهل ومعارف يدي، كلهم قالوا لا يا فهد، يدك ما قال لنا شيء ولا ترك عندنا وصية. فقررت اني ادور بنفسي في غرفة يدي. وين هالوصية؟ وين هي؟ هني؟ لا يمكن هني، في هالدرج، لا يمكن باللي تحته، يمكن تحت السرير. أغراض ماكو فايدة. وين هي؟ كل مكان دورت، طلعت كل الملابس من الكبت، هم ماكو فايدة. يمكن هني في هالكيس. لا، وين هي؟ تعبت أيام وأنا أدور. الأيام صارت أسابيع طويلة، ويدي يزورني بأحلامي لكن ما يتكلم. يا ريت يقول شنو هي الوصية. أهملت دراستي لين في يوم وأنا وفارس بالسيارة فهد، بقول لك شيء. قول يا فارس. صار لك شهر ونص على هالحال، لقيت الوصية؟ لا والله بعد. انزين، احنا الحين تونا رادين من الجامعة ووقفنا قيدك. انزين، بس انا بصراحة بقول لك شيء. قول. انا نويت اروح حق قطر مع رفيجي اكمل دراستي هناك. قطر؟ وتخليني بروحي يا فارس؟ والله يا اخوي هذه الدنيا، وش تبيني اسوي؟ انت مهمل كل شيء ومركز على الوصية، موترنا ومعطل حياتنا. يا اخي انساها. ما اقدر الا الوصية، ما اقدر. وانت اذا بتروح قطر روح كمل دراستك والله يوفقك، لكن انا ما راح اتراجع. ماكو فايدة. سافر فارس لقطر مع صاحبه عقب 3 أسابيع، وتميت أنا عايش في بيت يدي عيسى بروحي، ومن فترة لفترة أزور أهلنا وربعي. لكن موضوع الوصية ما نسيته. وفي يوم من الأيام قريت شيء عجيب في الموقع الرسمي للمدرب الروسي فاديم زيلاند.
اوكي يلا خلينا نكتب له باللابتوب. ايوه يا سلام استلم. اها راحت للرسالة. ابي اتعلم على طريقة ممارسة الاحلام الجلية. الموقع دز لي الطريقة. يا سلام. يلا الحين بنام واطبق الاحلام الجلية. اوكي هذه التوكيدات قريتها. ويلا بعد في 4-5 تطبيقات صار لي اسبوعين وانا شغال عليهم. بالنهار اطبق وبالليل اطبق. يا رب هالليلة انجح يا رب وشوف الاحلام الجلية. يلا اصبح على خير. شنو هالمكان؟ واو فيلا واسعة. الماي الحلو ما شاء الله. هذا نهر ولا جدول؟ ما ادري من وين قاعد يطلع بس قاعد يمشي وسط هالبيت وسط هالقصر. الله الاضواء البيبان من حواليني والناس ناس وايد بس ما اعرفهم. منو ذولي؟ وين يدي؟ يدي وينه؟ يدي معاهم؟ يدي عيسى. ما حد رد علي. انفتح ذاك الباب على اليمين وطلع منه يدي. يدي عيسى. يدي عيسى. اهلا يا فهد. اهلا يا ولدي. يدي عيسى قول لي وصيتك. يدي عيسى قول لي وصيتك. يدي عيسى قول لي وصيتك. يا ولدي يا فهد جنتي ناقصها ثمر. شنو؟ يدي عيسى جنتي يا فهد ناقصها ثمر. يدي عيسى. يدي عيسى لا لا تسكت. لا تروح لا تروح. يدي عيسى لا حول ولا قوة الا بالله. حلم. اخيرا نجحت ورد علي. بس ايش يقصد؟ جنته ناقصها ثمر؟ مو هذا الرد اللي ابيه. فهد ايش رايك بالمطعم؟ شلون الاكل؟ عجيب عجيب. كرمك الله خوش مكان صراحة اكل طيب. مشكور ما قصرت. زين انت الحين داق علي وذكرتنا بالايام الخوالي وقلت لي انك تبي مساعدتي. في شنو بالضبط؟ اتوقع انك سمعت عن سالفة وصية يدك عيسى. هي ما شاء الله لهالدرجة منتشرة. اي وقالوا لي انت وايد مهتم بهالموضوع وشاغل كل وقتك وحياتك. اي وابي طريقة اوصل فيها للوصية. اعرف يدي شو اللي كان يبي يقوله لي قبل لا يدش بالغيبوبة. ملزم؟ اكيد ملزم ولا كان ما اتصلت عليك.
اي شوف، في طريقة لكنها تبي قوة قلب وجرأة وفلوس. ما يخالف، وانا عند وجهك وانا سداد. بس شنو هالطريقة؟ تحضير الارواح. شنو؟ تحضير الارواح. يعني قصدك الجلسة اللي الجلسة اللي نقعد فيها حوالين طاولة دائرية ويتم فيها مخاطبة الروح ونعرف منها الجواب اللي نبيه. بس هذه مو حرام؟ لا، فيها آراء كثيرة دخل فيها العلم، وفي آراء تقول انها مجرد يعني خيالات اصلا. والله ما ادري. زين، عندك احد يسوي هالشيء؟ طبعا. بس انت جاهز؟ جاهز؟ جيبك عامر من هالناحية لا تحاتي. خلاص، استعد عقب 3 أيام. اوكي. ومرت الأيام ال3 مثل البرق، وأنا أنطر وأترقب جلسة تحضير الأرواح اللي بيسويها المعالج الروحاني اللي قال لي طارق إن اسمه برهان في بيته. أهلا بالشباب. أهلا وسهلا يا شيخ برهان. أهلا وسهلا. تعلمون لما اجتمعنا اليوم؟ طبعا أكيد. وهل أنتما جاهزان؟ أكيد يا شيخ، بالنسبة لي أنا متعود. وأنا أعتقد أني جاهز. لا نريد ترددا. لا أكيد نبي نعرف الوصية شني. حسنا، هيا اجلسا هني. أوكي، يلا. حول هذه الطاولة المستديرة وأمامنا متاع الدنيا من خبز وحساء و6 شمعات و3 من المشتركين في هذه الجلسة. وهذه الإضاءة الخافتة التي تريح الروح التي نريد استحضارها. اجتمعنا لكي نحضر روح المتوفى عيسى، والسؤال هو عن وصيته لحفيده فهد. هيا لنمسك بأيدي بعضنا البعض. أوكي، لنردد معا: عزيزنا عيسى، جئناك بمتاع الدنيا فأعطنا من متاع العالم الآخر. عزيزنا عيسى، جئناك بمتاع الدنيا فأعطنا من متاع العالم الآخر. أعطنا من متاع العالم الآخر. أعطنا من متاع العالم الآخر. وإذا كنت موجودا أعطنا إشارة، إضاءة أو طرقة على الطاولة. أحسسنا بوجودك يا عيسى. إيش قاعد يصير؟ لا تخاف لا تخاف. هيا يا عيسى، هيا رددوا معي. عزيزنا عيسى، أحضرنا لك من متاع الدنيا فأعطنا من متاع العالم الآخر. عزيزنا عيسى، أحضرنا لك من متاع الدنيا فأعطنا من متاع العالم الآخر. ممتاز ممتاز. إنني أشعر به إنه حولنا الإضاءة مرتبكة وطرق على الطاولة. إنه يحضر. شنو هذا؟
شات تكسر الإضاءة. شنو هذا؟ الله يلعنك، حضرت شيطان. حضرت شيطان بدل تحضر روح يدي. ما كان هذا الشيء اللي نبيه يصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق. ايش سويت؟ ايش سويت؟ ما الذي سيحدث لفهد يا ترى بعد هذه المفاجأة الصادمة؟ وهل سيتمكن من التعرف على وصية جده أم لا؟ كل هذا وأكثر سنعرفه في الجزء الثاني من قصة الوصية. دعونا نستكمل معكم الآن الجزء الثاني من قصة الوصية. قصة الوصية من تأليف الإعلامي عبد الوهاب العميري. الممثلون عبد الوهاب العميري، عذاري السعيد، ورؤى الحارثي. فلنستمع. ايش قاعد يقول؟ ايش قاعد يقول؟ ما ادري ايش قاعد يقول يا شيخ، ساعدنا. انه يقول انكم قد ايقظتموني من سباتي وتعديتم على حرمتي وسأنتقم منكم. يلا خلينا نعيش. يلا يا طارق يلا. لا يا شباب، لا تدعوني لوحدي، لا. يلا يا فهد. يلا لحظة يا طارق، ايش قاعد يسوي في داخل؟ قاعد يقطع، خله يلا. بعد هذا الحادث المرعب في بيت الشيخ برهان حاشني نوع من المس الشيطاني، وقمت أروح لمشايخ علشان يقرون علي. ما أدري، يمكن تموا يقرون علي لمدة شهر أو شهرين. المهم أني صرت أحسن. أما إذا بتسألون عن الشيخ برهان، الشيخ برهان مات وشبع موت، قطع اليني، يمكن كلاه، ما أدري. لكن هم للحين لا زلت قاعد أحاول أعرف الوصية. الله، يا حلو البحر والسماء الزرقاء والطيور. متى أعرف الوصية وارتاح؟ متى؟ فهد. هلا طارق، هلا والله. هاك هذا عصيرك. مشكور. شلونك؟ والله الحمد لله. شلونك قبل جلسات مع الراقي؟ الحمد لله أحسن. راحت الرجفة وراحت الكوابيس. يعني ما عدت تشوف يدك خلاص؟ يدي؟ لا، يدي أشوفها وكالعادة ما يكمل كلامه بالأحلام. ما تعبت؟ ما ودك تبطل؟ شو بطل؟ هدي موضوع الوصية. لا أبدا، أنا مصر وأكثر من أول.
اف. زين، جربت مدرسة علم النفس. علم النفس؟ شلون؟ يمكن عندهم تفسير ما تتوقعه وطريقة عشان تعرف الوصية. صدق؟ اي. شلون؟ شوف، انا بعطيك رقم دكتورة ينقال لها هدى، وايد زينة، روح لها وان شاء الله بترتاح. يلا دز لي رقمها. ما شاء الله بالكم ثقيل. يلا سكيته. السلام عليكم، في احد هني؟ هلا اخوي، حياك الله. هلا فيك اختي. معاك السكرتير اوضاح، شنو اقدر اخدمك فيه؟ والله انا اسمي فهد، فهد عبد الله. بغيت موعد مع الدكتورة بس لحظة اخوي، خل احط الاوراق بايدي على الطاولة واقعد واشوف الكمبيوتر. تفضل. خل نشوف بس. متى تبي الموعد يعني؟ ابي الموعد اقرب وقت. اليوم لحظة خل نشوف. اليوم ايه، في بعد نص ساعة. عندكم دكتورة زينة قالوا عنها، اسمها نجوى، رؤى، هدى. دكتورة هدى. اي دكتورة هدى موجودة عندنا. اي ضروري، لان انا تعبان يدي اشوفها بالاحلام والوصية، فانا احتاج. زين لحظة قبل يدك وقبل الوصية خلينا نشوف الدكتورة هدى. انا مساعدة لما قلت لك نص ساعة حسبالي تبي دكتورة ثانية. لحظة خلينا نشوف هدى. يلا الله يخليك يا اختي بسرعة. هدى هم بعد نص ساعة. يلا زين، حظك حلو. الحمد لله، بس نص ساعة والناس اللي قاعدين هني، هذاك الرجال الكبير مسكين اكيد هذا قبل يخلي، لازم حرام. هذا منو؟ اللي على الكرسي الصوب. أيوة. يمين مكتبك. يمين. هذا يدي. لحظة استنى. يا ولدي فهد، يدي شابك هني. يدي تشوفينه استاذ وضاح؟ يدي هذا يدي. ايش فيك اخوي؟ ايش فيك؟ لحظة يدي قاعد. يدي وصيتك شنو يدي؟ بقولك شيء. يا ولدي شنو وصيتك؟ قول. طلعت العميلة من عند الدكتور. يدي حاجني. يدي وصيتك شنو؟ يدي بعرفها. يا ولدي يا فهد. اي اسمعك. قول. استاذ فهد قول، خليني اكلم يدي لحظة. استاذ فهد، بس بقول لك ان العميلة طلعت. يلا حيا. اي عميلة قاعد اقول يدي كاهو قاعد ما تشوفينه؟ اي ان شاء الله. اي يدي قاعد، بس تفضل معي. والله كاهو والله. اي ان شاء الله انا ما قلت شيء. تفضل. زين والله كاهو والله شفته. اي ان شاء الله. يلا تفضل الدكتورة بانتظارك. لا حول ولا قوة الا بالله. كمل يا فهد. ايش صار بعد ما خرجتوا تجروا مسرعين من بيت الشيخ برهان؟ بعد ما طلعنا من بيت الشيخ برهان يا دكتورة، كنا نركض وخايفين، مرعوبين، ما ندري وين نروح، بس إن طارق كان أهدى مني فساعدني أركب السيارة، وبعدين رحنا حق بيت طارق. صراحة كنت خايف أنام ببيت يدي، فنمت ذيك الليلة عند طارق وما قدرت أنام بيني وبينك، لأني كنت وايد خايف، كوابيس، وكنت أحلم ذاك اليني وأشوف الشيخ برهان وأسمع صوته وهو قاعد يتقطع، لما هم بعد كأن يدي بالحلم، وأحس أن أنا السبب في موت الشيخ برهان. أنا السبب. ممتاز يا فهد. أنا اللي يهمني الآن أنك تعرف السبب العلمي للشيء اللي جالس يحصل معاك. أنت صاحب شخصية قلقة، وهذه الشخصية إذا مرت بضغوطات فإنها مع الأسف تعاني من آثار جانبية كبيرة،
تعيق حياة الفرد في بعض الأحيان، مثل اضطرابات النوم، ومثل قضية الوسواس، الفكرة الملحة اللي تدور في بالك، فكرة تسلطية، إن جدك ترك لك وصية وإنت تشعر بالذنب بسبب اللوم العالي عند صاحب الشخصية القلقة، وإنك لازم تعرف إيش هي هذه الوصية، مع إنه جدك توفى خلاص لكنك مصر تعرفها من باب الوفاء له، وتعتقد إنك تخذله أو تخيب أمله إذا ما عرفتها. وطبعا هذا التفكير المستمر أدى إلى اضطرابات في النوم، مما جعلك تعاني من الكوابيس، وزادت معك لدرجة أنك صرت تتوهم وجوده في البيت وفي أي مكان تروح له. فعلا دكتورة، أنا أحس إن كل هاللي قلتيه موجود فيني. إيه أنت قاعد توصفيني أنا، خصوصا إحساسي بإني خيبت أمل يدي. بس شلون أرتاح من هالشي؟ شلون؟ أنا راح أوصف لك بعض الحبوب على أساس إنها تخفف القلق اللي عندك، وأيضا تساعدك على النوم بشكل جيد. لكن الأهم من هذا إنك لازم تعمل تجديد في حياتك يا فهد. يعني شلون أجدد حياتي دكتورة؟ من بعد وفاة يدي حياتي بس ما فيها شيء ممكن أسويه أو أعيش عشانه. يعني اللي فهمته من كلامك يا فهد إن جدك كان يفخر فيك كثير، ويشوف فيك الذكاء، ويسميك الدكتور فهد. كمل دراستك في الجامعة واستمر، وتأكد إنه راح يكون فخور فيك وهو في كبره. وبعدين يمكن من خلال دراستك تقدر تكتشف طريقة تعرف فيها الوصية، وحتى لو ما كان المهم إن جدك يكون فخور فيك وإن حياتك تستمر يا فهد. إيه صح، الدراسة منها أقدر أكتشف أشياء وايد، ويدي كان دايما يبي يشوفني دكتور. مشكورة دكتورة هدى، وبإذن الله راح تسمعين عني كل خير، أوعدك. لا شكر على واجب يا فهد، أنا راح أتصل فيك من فترة للثانية علشان أطمئن عليك. يا ولدي يا فهد. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من قصة الوصية. كيف ستكون حياة فهد بعد الجلسات النفسية؟ وهل سينسى الوصية؟ أم أن لشبح جده رأي آخر؟ سنعرف ذلك وأكثر في الجزء الثالث والأخير. دعونا نستكمل قصتنا مع الباحث عن الوصية، وكيف ستكون حياته الجديدة. فلنستمع. وبعد الجلسة اللي أخذتها مع الدكتورة هدى، رجعت وكملت دراستي في الكورس الثاني، والحمد لله جو الجامعة كان حلو والدراسة أحلى، وبدأت تنتظم حياتي وتهدى. قعدت ما أشوف يدي وايد في أحلامي، ونسيت موضوع الوصية، وكنت وايد مستمتع بالدراسة، وأطلع بعض المرات أتمشى مع رفيجي طارق، والحمد لله روتين حياتي هادي وطبيعي. لين في يوم في واحدة من محاضرات الفيزياء شدني الدكتور نجيب بكلامه عن واحدة من النظريات
المتعلقة بتداخل الأبعاد. شباب مركزين وياي؟ زين أشوى. فاش كنا نقول؟ ممكن انتقال المادة أو الطاقة أو الإشعاع عبر موصلات. الموصل هذا ممكن يكون صلب أو سائل، ها معاي؟ أو ممكن يكون غازي هوائي. طيب دكتور، عندي سؤال. عفوا يا فهد، خلنا نخلص بس وبعدين نتكلم عقب المحاضرة. ماشي دكتور نجيب. طبعا كالعادة الدكتور نجيب طلع مستعجل عقب المحاضرة، فاضطريت اني اروح للمكتب، والحمد لله حصلته فاضي وقعدنا نتكلم. هلا يا فهد، هلا والله. آمرني. دكتور، أول شيء أنا آسف إني كأني قاطعتك وأنت تتكلم. لا عادي. طالب ومن حقك إنك أنت تدلي بدلوك. إيه زين أشوى الحمد لله. دكتور، كلامك اليوم عن تداخل الأبعاد وشغلة انتقال الطاقة. إيه دكتور، بصراحة أنا وايد شدني الموضوع. يعني ممكن الأبعاد تدخل ببعضها، بمعنى أن ممكن أحد مثلا متوفي تقدر تتواصل معاه، أو مثلا يعني أنت قصدك أن ممكن يصير نوع من التخاطر أو نوع من التواصل بين ناس في بعد مع ناس في بعد آخر؟ بالضبط دكتور، بالضبط. هي طبعا ممكن، وارد، هذا جدا. نظريات وايد تكلمت على هالموضوع. ليش؟ شو السالفة؟ والله يا دكتور، أنا بصراحة بقول لك قصتي مع يدي المتوفي. هي قول، أحب أسمع. وفعلا بعد يومين اتصل علي الدكتور نجيب وقال لي إن لقى طريقة من خلالها أقدر أعرف وصية يدي عيسى، وياني البيت. هلا دكتور، هلا، تفضل، حياك. الله يحييك يا ولدي يا فهد. نورتنا دكتور. منور بهلا، طال عمرك. ها دكتور، ايش تشرب أول شيء؟ لا مشكور. أنا جاي متحمس حق شغلنا وحق التجربة، وخل المشاريب والأكل بعدين. ماشي على راحتك. ها دكتور، قول لي شو اكتشفت؟ الله يسلمك. التواصل ما بين الأبعاد فيزيائيا ممكن يحدث عن طريق تناقل الموجات. انزين، أي نوع من الموجات؟ الصوتية طبعا. فإحنا راح نسوي دائرة مغلقة بحيث يصير فيه تناقل ما بين الموجات الصوتية، ونحط مواد موصلة لهذه الموجات، وتكون أنت في حالة من النشوة العالية، أو مثل ما يقولون التردد النفسي العالي، وعلى أساسه ممكن يحصل هذا التواصل والتداخل مع البعد اللي في يدك. بس شلون؟ الله يسلمك. تحب موسيقى الروك اند رول؟ الجيتارات والهيفي ميتال؟ إيه، موت عليها. خلاص، تنزعج منها ولا؟ لا والله، لا بالعكس، أكون في العلالي. ممتاز. أنت راح تستمع للموسيقى من خلال هيدفون بأذنك، وراح ترفع درجة الصوت لأقصى حد. زين. وفي نفس الوقت راح أحط مواد موصلة قدامك. راح نحط قلاص ماي، وراح نحط بايب من النحاس. طيب، إضافة لاستماعك للموسيقى واستشعارك للنشوة العالية،
وبنفس الوقت يا فهد أبيك تفكر بيدك وبالوصية وكأنك تخاطبه من داخلك، نفس لما تشوفه بالأحلام. كل هذا بنفس الوقت؟ لازم تعيش هذه الحالة، لازم. وتأكد بإذن الله إنه راح يصير شيء غير متوقع. إنزين ما فيها خطورة دكتور؟ من بغدح ما قاله يا فهد. ما تبي تعرف الوصية؟ بلا أكيد. متى نبدأ التجربة؟ الحين لو حبيت. يلا أنا جاهز. أوكي توكل على الله. الأجهزة والمعدات كلها وياي. عندك أغاني روك؟ عندي مو مشكلة، نطلع من النت. يلا يا فهد، احنا الحين قاعدين وكل شيء جاهز قدامك. هذا قلاص الماي، وهذا بايب النحاس، وكا جهزنا لك موسيقى هيفي ميتال، اغنية ولا احلى. الحين حط السماعة بذونك. يلا كا دكتور، حطيته. شغل. اوكي. طول اعلى شيء لدرجة انك ما تسمع صوتي. عليت؟ ايه عالي. يلا عيش. يا سلام. يا ريت. لا تطير. المهم الحين فكر بيدك، ركز على يدك. يلا وكأنك بالاحلام. يس. يدي. يس. يا ولدي. يا ولدي يا فهد. يا ولدي. يدي احس فيك، اسمعك. قول. انت القادم. انت القادم. لا يدي. فهد. فهد ايش فيك؟ اذوني. الظاهر انه مبطط، واحدة من اذونك قاعد يطلع منها دم. قوم خلنا اوديك طبيب. فهد طمني، شلونك الحين يا ولدي؟ منو؟ دكتور نجيب؟ الحمد لله أنا أحسن إن شاء الله، الحمد لله. احنا في الطبيب الحين. اوه سامحني، اذونك اليسرى مبطط طب لا تدنها يا فهد. أذوني. بسبب ارتفاع العالي المفاجئ بالموجات الصوتية اذونك ما تحملت. الظهر واحدة اضعف من واحدة عندك. سامحني كلها مني. دكتور تساعدني اني اعرف الوصية. اللي مضايقني اكثر من موضوع اذوني الكلام اللي قاله يدي. ايش قال يدك؟ سمعته صح؟ ايه يقول يدي ان انا القادم، انا اللي راح اموت وراه، راح اموت يا دكتور. لا ما يخالف، هذا كلام يحتمل الصح ويحتمل الغلط يا فهد. لا بلى، التجربة نجحت والتواصل مع يدي ضبط، وهذه هي الوصية. هو كان قايل لي انت لما كان في المستشفى قبل يدش بغيبوبة، وهذه تكملتها. انت القادم، انا القادم، انا اللي راح اموت وراه. لا حول ولا قوة الا بالله. ومرت الايام وزاد تعبي الجسدي والنفسي.
عقب ما عرفت الوصية أهملت دراستي وصرت كله قاعد في البيت خايف، لأن أنا القادم، أنا اللي راح أموت. لين في يوم يا رفيجي طارق وزارني. فهد، طمني، شو الأخبار؟ هلا طارق، مثل ما انت شايف ماكو شي جديد. ولا متى بتتم على الحال؟ دراستك، صحتك، حياتك. ماكو حياة عقب الوصية، أنا القادم. شو الخرابيط؟ شنو يعني؟ شو اللي يدل على ان هالكلام صح؟ هذا علم غيب ما يعلم فيه الا رب العالمين. ونعم بالله، بس هم بعد هذا علم، والنتيجة اسكت بس. اي نتيجة؟ خاف ربك، شوف نفسك، الضعف اللي انت فيه والتعب والهم، لا نوم لا دراسة لا صحة. خلاص يا طارق، ماكو فايدة، أنا القادم. والدكتورة هدى ليش ما ترد عليها؟ قاعد تدق عليك. إيه أدري، ما أبي أكلم أي أحد، ما أبي أكلم أحد. أنا خلاص، أنا حياتي انتهت. إن الله. وتميت على هالحال أيام وأسابيع طويلة. كل حبايبي زاروني يحاولون يقنعوني إني أنسى الوصية اللي عرفتها من يدي، ويا ليتني ما عرفتها، وإن هذا الشيء في علم الغيب، ومو معنات كلام يدي إني راح أموت، ومو شرط إن هذا الكلام حتى يكون صادر من يدي. ممكن يكون خواطر، ممكن يكون وساوس شيطان، ممكن يكون وساوس من النفس. لكن لا، الفكرة هذه استحوذت علي وسيطرت إلين انهد جسمي وانهد حيلي وصحتي كل مالها وبالنازل. حاولوا لكن ماكو فايدة. كنت مصر على هذا الشيء، إني راح أموت مثل ما قال يدي عيسى. وفي يوم لما كان أخوي فارس راجع من قطر بإجازة، دخل البيت ولقاني طايح في الصالة، انصدم، ياني يركض، لقاني ما تجاوب معاه، دق على طول على الأسعاف، وشالوني ودوني للمستشفى، وعلى طول دخلوني العناية المركزة. كانت وظائفي الحيوية بالنازل، جسمي هلكان وتعبان، وتميت في العناية المركزة لأسبوع. يا طارق والدكتورة هدى، وطبعا فارس كان موجود على طول، وحبايبنا. وبعد أسبوع صار الغير متوقع. خير، ايش فيه؟ متصل علي يا طارق تقول تعالي بسرعة. ايش فيه؟ ايش القصة؟ فهد صار له شيء؟ فهد يا دكتورة هدى عطاك عمره. يقول الطبيب إن فهد أصاب الهزال بسبب قلة الأكل وقلة النوم وكثر الهم والتفكير. وقته في الأشهر اللي فاتت كان كله ضايع بالتفكير بالموت والخوف منه.
هذا هو السبب يا دكتورة. الله يرحمك يا فهد، الله يرحمك. لو انه كل انسان فينا استمتع باللي في يده وتجاهل اللي مو في يده كان حياتنا كلها تغيرت. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثالث والأخير من قصة الوصية. ولكن دعني أسألك عزيزي المرعب، هل توقعت هذه النهاية لفهد أم ماذا؟ وماذا كنت ستفعل لو كنت مكانه؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم برعب، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.